السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال وصحة وسعادة يا رب دايما. هوريكم بقى إيه الدورة اللي فاتت، إيه اللي باقي منها وفاضل إيه وطلعنا إيه. فاكرين الدورة اللي فاتت يا جماعة؟ لو تفتكروا في الفيديوهات كنت منزلة أبيض، وكنت منزلة فرز ديوك، وكنت منزلة فيومي برابر. كانت الدورة وجميزة لو فاكرين. كانت الدورة كنت منزلها مشكل أبيض وجميزة وفيومي برابر، وكنت منزلة رزي فرز ديوك. أنا لما قلت لكم ما فيش حاجة عندي بتقعد، عشان أنا جايله لكم كده قلت لكم أنا ما فيش حاجة عندي بتقعد. وبالذات هقول لكم على حاجة، سواء أعمار سواء أنا الدورة صراحة كنت عايزة إيه، كنت جايبة حوالي 70 فرخة فيومي على جميزة على رزي فرز ديوك. كنت جايبة حوالي 70. قلت والله الا هسيبهم لحد رمضان يوزنوا ويتقلوا وابتدي ان انا ايه اطلع منهم. ما قعدوش، يعني انا يا دوبك طلعتهم ونزلت دوره جديده وشغاله عادي في دوره جديده والكلام دوت وايه، وطلعت الابيض كله بتاع الدوره اللي فاتت. وجيت بقى ايه على الفرز الديوك والجميزه والفيوم وكله طلعته بره هنا. مفيش، يعني انا لقيت الناس ايه اللي بيرن عليا عايز فيومي، اللي عايز فرز ديوك، اللي عايز جميزه. يا جماعه طب انا هخليهم ليا. قالوا لا طلعي لنا بس وانت بتنزل على طول والكلام ده ومش عارفه ايه. خلي عندك كميه بس كده للبيض طيب انا مخليهم عشان يتقلوا. قالوا لا انت بتطلعي تاني. الناس صراحه ايه، يعني ما يعني بصوا عشموا فيهم يعني بزياده. انا صراحه دي زبايني وناس يعني على طول زبايني وبتاخد مني شغل وكده. ما رضيتش ان انا ايه اقول لا. والله العظيم يا جماعه انا كنت مخلياها ليا ان انا ايه قال توزن يعني 2 كيلو ونص فرز ديوك والجميزه ويتقل والكلام ده. ما قعدوش، ما يعني صراحه ايه ما حشتهمش على زبايني. هم دول بس كده اللي اتبقوا عندي. بصوا يا جماعه هم دول كده. اوريكم اللي اتبقوا عندي من الدوره اللي فاتت. الدوره اللي فاتت كانت حوالي 70 بلدي على 70 فيوم على جميزه. في شويه تاني في المكان هنا وفي شويه على السلم. هم دول كده اللي اتبقوا مني من حوالي 70 فرخه. طيب انا دلوقتي يعني صراحه اوريكم، بس انا بقى عايزه اوريكم بس حته ايه الشغل. يعني حتى في الاعمار الدوره دي ما كملتش 40 يوم عندي، طلعت مفيش حاجه بتقعد. يعني مسافه انا طلعت الابيض كله وقلت كده ايه خلي الجميزه والفرز الديوك والكلام ده مع نفسه كده ايه يتقل شويه وبيع. لا ما قعدوش، كله طلع. هم دول الشويه اللي قعدوا لي. الكبيره اللي هناك الذهبي دي لو واخدين بالكم، الذهبي دي بس هي ايه، دي كانت من الدوره اللي قبل اللي فاتت، كانت متبقيه من فرز الديوك. طلعت في فرز الديوك خليتها. لكن الدوره دي كلها الفضي دي اللي كانت الدوره اللي فاتت على طول، الجميزه والفيومي والفضي والفرز ديوك. لكن كله عندي طلع مفيش حاجه بتقعد ما شاء الله الله اكبر. يعني عايزه اقول لكم ان حتى لو اشتغلت في الاعمار مش وحشه، لها مكسبها وبتطلع الدوره وما بتكملش معايا وطلع والناس بتبقى عايزه. انا حاجتي ما بتقعدش ما فيش. يعني هقول لكم ايه، نفسي كده ايه يبقى عندي كده كميه كبيره كده واسمنها واسيبها للتسمين واطلع منها ايه، اشوف الاوزان العاليه خالص واطلع منها زبايني. ما بتلحقش والله، ما بتلحق معايا. برضو حكايه الارانب. الارانب انا المفروض ايه عامله لهم مكان بيدخلوا فيه. طبعا زجوا الدنيا لقيتهم وطلعوا في ايه، طلعوا يعني لقيتهم طلعوا اتفاجئت ان هم طلعوا كلهم. ابص كده بلاقي في ارنبه صغيره خالص ايه، اتاري انا دخلتهم في المكان ده
كنتش عارفه ان هم والدين. الاقي ارنبه كده صغيره بتتحرك وبتمشي، وهم ايه بيدخلوها برجلهم وبايديهم. سبتهم بقى ايه، خلاص هم حابين كده، حابين يقعدوا كده في وسط الفراخ. طب انا اعمل ايه؟ قلت اسيبهم، بس انا بخاف عليهم لان هم ايه بيطلعوا كده بيبقوا مش عارفين يولدوا في مكان، لان ايه بيولدوا هنا شويه وهنا شويه في الاماكن اللي هي ايه. لكن انا سايباهم في مكان المفروض اوضه بتبقى فاضيه خالص، مفيش الا مثلا ممكن جدره صفيحه بيولد فيها. لا، هم بقى بيطلعوا هنا بيقعدوا على السطح وبيولدوا ايه في الاماكن اللي هي ايه فيها زناجير كده بمعنى اصح. قلت اسيبهم خلاص طالما هم عايزين كده خلاص، بس اهم حاجه ان هم يكونوا بيولدوا وبيرضعوا عيالهم بس. والرومي بتاعنا النهارده ده عمر 3 شهور الا اسبوع. 3 شهور الا اسبوع، ما شاء الله الله اكبر. وزنت امبارح كان عامل 8 كيلو بالظبط. وزنت الرومي الابيض عمر 3 شهور الا اسبوع عامل 8 كيلو. ده هيطول معانا شويه ده لحد رمضان ان شاء الله. هنيجي برضو في الاخر خالص وهوزن معاكم الديك الرومي بقى، ما نشوف هتوصل لرمضان ان شاء الله تكون كملت 6 شهور. هنشوف على ال6 شهور وزنت معانا كام، لان انا زي ما قلت لكم عشان تطول معانا وعشان تجيب وزن لازم تطول معانا في ايه المده. بس هنشوف وهنوزن مع بعض وهنشوف مع بعض كده ايه وصل لحد فين وهنشوف الدنيا. انا دلوقتي معلش الا ايه الدوره اللي بحضنها الابيض والبط وفرز الديوك دي بحضنها وبس. هم دول اللي موجودين عندي من الدوره اللي فاتت. لكن خلاص انا على كده ايه مش هنزل شغل تاني دلوقتي، لان في شغل كتير جاي ان شاء الله ان شاء الله. وهتابع معاكم على طول في الفيديوهات. هيبقى شغل ان شاء الله على ايه على توسع شويه. انا خليني كده ايه اليومين دول مش هينفع ننزل حاجه تاني، لان ايه الشغل اللي جاي شغل كتير وهنزل لكم الفيديوهات وكل يوم هتشوفوا حاجات جديده ان شاء الله. وهتتابعوا معايا خطوه بخطوه بس كده وايه. وان شاء الله ربنا ايه يكرمنا يا رب. بس كده زي ما انتم شايفين هم دول دورتنا اللي متبقي منها. وعقبال كده ما نحضن اللي جوه ويطلع على خير باذن الله. هو كده ايه الفيديو بتاعنا النهارده. عرفتكم كل حاجه كده، وهنتابع خطوه بخطوه بعدين في الايام الجايه. في شغل كتير وفي حاجات كتيره جدا هتستفيدوا منها. اللي عايز يعمل مشروع واللي عايز هتبقى بقى شغل ان شاء الله باذن الله على توسع. شغل هيبقى ان شاء الله الاعمار، مشروع الاعمار هنطلع مع بعض واحده واحده. التسمين هنطلع مع بعض واحده واحده. البياض هنطلع مع بعض واحده واحده. كل حاجه ان شاء الله تبقى بتوسع باذن الله. وكل حاجه هنطلعها وهتتابعوا معايا باذن الله وهتستفيدوا. خلاص كده يا رب كده ايه. لو الفيديو عجبكم النهارده ما تنسوش تعملوا لي اشتراك للقناه، وما تنسوش تعملوا لايك. اللايكات يا جماعه عشان هي والله اللي بترفع الفيديو وبيوصل لاكبر عدد من الناس عشان يستفيد معانا. يا رب كده ايه اشوفكم على خير ان شاء الله، واشوفكم في احسن حال وصحه وسعاده يا رب دايما. واقول لكم كده ايه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.